السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم اختكم سمر دسوقي، وهنعمل النهارده مع بعضينا مقادير البسكويت ان شاء الله باذن الله بكل التكات وكل التفاصيل، ومش هخبي عليكم اي حاجه. بس اللي انا عايزه اقوله لكم واكد عليكم فيه المقادير معتمده بفضل الله. اللهم بارك وتوكلوا على الله واعملوها، وان شاء الله مفيش اي غلطه فيها. معانا كيلو دقيق، معانا 600 جرام من الزبده على الكيلو الدقيق، معاها رشه ملح. الدقيق حاطين عليه رشه ملح، وحاطين رشه بيكنج باودر، دي اختياري. ومعانا 400 جرام من السكر البودره، وكمان 3 بيضات وعليهم رشه فانيليا عشان خاطر الزفاره. بقول لكم ليه اختياري في البيكنج باودر، لان احنا بنعتمد على الطريقه الاصليه الزبده والبيض فقط لا غير. لكن لو انت عايزاها هشه وتخينه شويه، خلاص يبقى حطيها رشه بيكنج باودر. تمام. لكن لو انت ما حطيتش رشه البيكنج باودر، هيطلع معاكي بسكوت يعني ايه، مبطط شويه كده ومقرمش شويه. يعني ده الطبيعي اللي احنا بنحبه يعني. بس في ناس بتبقى حباه هش شويه كده ومليان، فنحط له رشه بيكنج باودر. بس عايزه اقول لك عليه واكد لك عليه ان المقادير بتاعتنا معتمده وموثوق فيها بفضل الله. توكلي على الله وان شاء الله ما فيهاش غلطه، وهتنجح معاكي من اول مره. احنا هنفضل نخلط كده مع بعض السكر مع الزبده كتير جدا لحد ما نحس ان هما تجانسوا واختلطوا ببعض كتير. وبعد كده نخفقها بايدينا زي المضرب، وهتاخد معانا حوالي نص ساعه. تمام، لحد برضه ما تدينا اللون الفاتح زي ما قلت لكم في البريفور. تمام. اهم حاجه يا جماعه في التسويه بتاعتهم التلاتة: الكحك والبسكوت والبيتي فور. لفي الصواني او الصاجات في الفرن، ما تعتمديش ان انت تحطي الصاج وتقفلي الباب وتستني لما يستوي وبعد كده تشوفيه. لا، لازم كل 3 4 دقايق تروحي تبصي وتلفي الصاج عشان توصل الحراره لكل الجوانب، وكمان يستوي كله مع بعضيه بلون واحد. الكلام واضح؟ اتمنى يا رب اللي ما شافش الفيديو بتاع الكحك والبيتي فور يشوفهم تحت في صندوق الوصف، هحطه لكم او هحط لكم فوق في الايد دلوقتي هيظهر قدامكم. والناس الجميله اللي لسه بتتفرج على الفيديو بتاعنا ولسه شايفانا، لو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لايك، وكمان يا ريت تشتركي في القناه وتدخلي السرور على قلبي. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. زي ما انتم شايفين الزبده اهي بتفتح معانا. بناخد هدنه لو الناس تعبانه شويه زي كده، بتاخد هدنه شويه يعني ثواني وترجع تستعيد تاني الخفق. اهو يا جماعه، بصوا لونها بيفتح اهو ما شاء الله اللهم بارك. وتحس ان هي هشه كده وناعمه وطريه قوي في ايديكي، ما شاء الله اللهم بارك. كأن فعلا بجد شفتوا ملمس الكريم شانتيه، سبحان الله زيها بالظبط. هتحسي بيها لما تعمليها. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، لونها فتح، هي جميله اللهم بارك. خدت وقتها معانا ووصلنا للدرجه اللي احنا عايزينها منها. يا ريت فعلا بجد يكون واضحه قدامكم وشايفينها. هي دي الدرجه اللي احنا عايزينها يا جماعه، اللون الابيض الفاتح ده. كده بقى هضيف عليها البيض، بيضه بيضه. ال3 بيضات حاطين عليهم الفانيليا يا جماعه عشان الزفاره. تمام. بصوا عشان نبقى صراحه مع بعضينا، انا هكلمكم كلام من حد موثوق فيه. البسكوت التوبنج بتاعه الاساسي اصلا هي كده المقادير كده حلوه قوي باللبن بس. تمام، هنلمها ب 200 جرام لبن. لكن موضوع النشادر والبرتقال دي افتكاسات احنا بتاعتنا احنا بنعملها. يعني اكبر المحلات وافخم المحلات ما بتعملش البسكوت بالطريقه دي. احنا اللي بنحط عليها الاطعمه بتاعتنا دي عشان دي افتكاساتنا احنا. فما فيش مشكله، بس انا حبيت اقول لكم الاساس بتاعه ايه والاصل بتاعه ايه. هو في الاول وفي الاخر هو بسكوت شاي. تمام. احنا كده بنحاول نخفق البضايه مع الخليط. بصوا بتتشرب ملامحها كلها بتنتهي، فبنرجع نحط البيضه التانية. تمام كده. يا رب تكون لحد دلوقتي كده المعلومه بسيطه عليكم، وتكون مقدارنا سهله ان شاء الله، وتقدروا برضو تعملوها بقلب جامد. ما تقلقيش من المقادير، بفضل الله الحمد لله ان هي معتمده وكلها ثقه بصراحه مظبوطه 100%. لو انتي مش هتعرفي تعمليها في البيت وما عندكيش ميزان، مع ان الميزان جميل جدا يا جماعه، الديجيتال ده هيعمله حوالي 100 جنيه. مش هيغرمك اكتر من كده، بس هينفعك في حاجات كتيره جدا والله العظيم بجد، مش خساره عندك في البيت. اما لو هو بقى مش عندك الميزان ولا عايزه تجيبيه، مفيش مشكله، خلي العطار او السوبر ماركت يوزن لك حاجتك بالظبط. يعني زي ما هي مكتوبه معاكي في الورقه، خليه يديهالك بالجرامات وبالوزن. كده كده عنده الميزان، وكده كده هو عايز يبيع، فهو المستنفع وانت المفيده وهو المستفيد.
كده انا هحاول اخلط كل الدقيق مع الخليط بتاعنا لحد ما يتشربوا يا جماعه، وما نعجنش فيه اكتر من ان هو يشرب الدقيق بس. تمام. لو زودنا كتير في العجن بتاعه هيعرق، يعمل عرق معانا وهيبقى فيه جلوتين كتير، فمش هيبقى حلو وهيجلد وهينشف مننا، فطعمه مش هيكون احسن حاجه او اللي انت عايزاه. فمجرد الدقيق بتاعه يختفي مع الخليط يبقى كده خلاص نوقف ستوب. تمام. اهو انا بحاول اهو اخلط الدقيق كله مع الخليط بتاعنا. شايفين الملامح بتاعه الدقيق بتختفي اهي كده اهو، مش حاسه بالدقيق قدامي. تمام كده. والقعر يا جماعه عشان ممكن يبقى فيه شويه دقيق في القعر ولا حاجه انت مش شايفاهم، فلازم نقلب في كل الجوانب والقاعده بتاعه الطبق. كده خلاص خلصنا. احنا كده بقى عايزين حاجه نلم بها عجين، يا لبن يا مثلا تلج او عصير برتقان، فزي ما انتم شايفين كده، او ميه. فانا ما لقيتش عندي حاجه متاحه غير ان انا هعمل عصير برتقان مركز. تمام. وبشرت عليه بشر برتقانه ناعم خالص، باللي هي الناحيه اللي هي الضيقه يا جماعه في المبشره. بصوا انا كده خلاص بلم بها العجين. هتحسي ان هي بتلزق في ايديكي، ممكن تحط لها رشه دقيق، او زي ما قلت لكم كده تدخلوها التلاجة زي ما قلنا في البيتيفور، يا رشه الدقيق يا اما تدخلي التلاجة. فدي معاكي ودي معاكي. وزي ما قلنا لكم في الاول، الموضوع الاساسي يا جماعه مفهوش برتقال ولا نشادر. تمام. بس دي حاجات زياده احنا بنعملها من نفسنا. فلو انت عايزه الطعم الاصلي يبقى تشيلي البرتقال وتشيلي النشادر وتعجني باللبن. تمام. 200 جرام لبن. انا كده هحط رشه دقيق اهو والمهم بيها، وبعد كده نشتغل معاكم على طول بالمكنه. اللي انا عايزه اقوله لك كمان، تركزي شويه في موضوع المقادير والطريقه كويس جدا، عشان خاطر انت بتكلفي الحاجه دي وحرام تبوظ منك. فاهم حاجه تاخدي بالك من المقادير مظبوطه صح، والطريقه وتمشي عليها كويس جدا. بجد بجد ان شاء الله تنجح معاك على طول، عشان الحاجه مكلفينها وربنا يعلم بحالنا. كده خلاص انا اهو معاكم زي ما انتم شايفين. دي المكنه انا جبتها لكم اهي قدامكم، عشان خاطر الناس اللي هي ممكن تبقى عندها المكنه او ما عندهاش المكنه ومش هتعرف تتعامل معاها ازاي. الموضوع سهل. احنا بندخل اللي هي الزجزاج دي، الحديد الزجزاج دي، وبندخل فيها الدراع اهي. يعني ايه؟ تسند الحديد الزجزاج اللي هي جوه دي واللي هي المعوجه، والايد التانية بتمسك الدراع، وبربط بالمسمار يا جماعه. بمسك المسمار والفه، وده الوش بتاعنا ده مع اللي هي الدايره بتاعت الربط. تمام. دي بتتجاب برضو لوحديها. الوش ده بيتجاب لوحده يا جماعه، هو المواس بيتباعوا لوحديهم بعيد خالص عن المكنه. المكنه بتيجي بوش مفرمه اللي هو بتاع اللحمه، لكن دول بيجوا لوحديهم، بتجيبهم من عند اي حد بتاع بلاستيك او اي حد بيبيع ادوات منزليه. شايفين انا جايبتها لكم من قدام اهي عشان تشوفوها. بصوا البق القطعه بتاعت الحته الحلزونيه دي خارجه بره اهي، انا بزقها لجوه عشان اعرف ادخل المواس. تمام اهي. ما شاء الله الموضوع سهل وبسيط، ومش محتاجه منك حاجه غير ان انت بقى تشتغلي بقى على طول. كده انا هحط العجين يا جماعه. الموضوع ده كمان عن تجربه. فادي اولادك بالموضوع دوت، متخليش اولادك يقعدوا حواليكي ويمسكوا هما المكنه عشان فرحانين بقى والدنيا لما ودي فرحه، ويفضلوا هما يحطوا العجين بايديهم ويلفوا المكنه. غلط عليهم يا جماعه، لان قدر الله لو محدش خد باله ممكن صباعه يتقطع جوه المكنه. حصلت معايا انا شخصيا. فبلاش منها بالله عليكم، وخلي اي حد كبير يكون جنبيهم هم يلفوا بالدراع وهو يتعامل بالعجين. تمام. بصوا العجينه اللهم بارك جميله ازاي وماسكه نفسها ما شاء الله وسلسه جدا اهي. اعملي بقى الشكل اللي يعجبك وفنني بقى وابدعي براحتك. واهم حاجه يكون الفرن في اللحظه دي احنا مولعينه. انا ده هنعملهم اختبار، انا خدت 3 اهم، هعملهم اختبار يا جماعه عشان اشوف درجه الحراره واشوف العجينه عامله ايه. تمام. هبدا بقى ان انا اقطع في الصاج ده
بس انا قطعت امتى؟ انا قطعت لما بصيت على الصاج اللي في الفرن، لقيت العجينه الحمد لله ماسكه نفسها، ولا طردت السمنه، ولا هي فرشت، ولا اي حاجه، الحمد لله ماسكه نفسها زي ما احنا قطعناها قدامكم ما شاء الله. بس هو بس هظبط معاها درجه الحراره، عشان كده ابتديت ان انا اقطع. انا اطمنت يعني لما لقيت شكلها زي ما هو وما تاثرش بحاجه ولا فيها اي حاجه بفضل الله، اللهم بارك. يعني كده بقى لازم نسوي يا جماعه المكان الاطراف عشان ما تبقاش فيها حته رفيعه وتتحرق مننا ويبقى شكلها مش حلو. فلازم يبقى كلها تقطيعه واحده وتبقى كلها متساويه زي بعضيها. تمام، على مالك خالص، مفيش مشكله خالص، انت مفيش حد بيجري وراكي. اهم حاجه تظبطي الشغل اللي بتعمليه. شكل البسكوته جميل جدا لما بيكون سوا واحد وبيكون متظبط. فاي قطعه عجينه زياده شيليها او سويها، وكمان خليها قطع صغيره افضل من انت تعمليها قطع كبيره. لو قطعتيها صوابع كبيره بصراحه بتتكسر، بتبقاش حلوه. لكن لما بتكون وسط او صغيره بتبقى شكلها جميل جدا وماسكه نفسها. تمام، هنحط الصاج في الفرن على درجه 160 تسويه البسكوت زي البيتيفور. مش عايز نار شديده شويه زي 170 و180، لا هو عايز 160 و150 كمان. فتصبري انه لما تصبريه عشان دوت ياخد راحته في السوا ويديك لون جميل جدا. القاعده بتبقى محمره شويه لون خفيف، والوش بيبقى مبيض شويه. تمام، فاحنا كده كده برضو مع بعضينا، وهنشوف الدرجات بتاعتنا وهنشوف التسويه، وان شاء الله كل حاجه هتبقى سهله وبسيطه عليكم باذن الله. الناس اللي لسه بتتفرج معانا دلوقتي على الفيديو يا ريت تعملوا لايك لو عجبكم، بمثابه شكر وتحفيز منكم لينا. هنا يا جماعه الاختبار اللي احنا كنا مدخلينه الفرن، الثلاثه انا قطعتهم قدامكم وقلت لكم هعمل عليهم اختبار بدرجه الحراره. والعجينه ما شاء الله ولا فرشت ولا طردت الزبده، ما شاء الله مقادير مظبوطه والشكل مظبوط زي ما هو، ما اتحركش خالص. وكمان التسويه بظبطها شويه، وشايفين الاطراف اللي قلت لكم عليها محمره ازاي عشان ما تسوتش. انت لسه بتفكري هتعملي او ما تعمليش؟ قومي اعملي دلوقتي بالمقادير اللي انا بقولك عليها دي، وان شاء الله تنجح معاك على طول من اول مره. ويا ريت تدعيلي باذن الله بصلاح الحال. شايفين هنا بعد ما ظبطنا النار، هي تسويه اللي بقولكم عليها. الظهريه بتاعت البسكوته محمره شويه. بصوا دي خدت لون، شايفين الفرق بين دي وبين دي؟ بصوا دي اغمق من دي، اللي لونها فاتح هي تسويه الصح. وهنا بعد ما خلصنا الكيلو بتاعنا، اللهم بارك ما شاء الله، الكيلو يعمل حوالي 2 إلا ربع او 2 كيلو. احسبي انت بقى الكيلو بره بكام، انا هعرض لكم الاسعار على الشاشه دلوقتي، وانتي احسبي الكيلو اللي هتعمليه في البيت هيبقى موفر معاكي قد ايه. حتى لو كان الطعم بره احلى من عندك، يكفي ان انتي عاملاه بايديكي وموفره في بيتك وعاملاه حاجه مكلفاها، سواء كانت سمنه بلدي، زبده نظيفه، عارفه انتي حاطه فيها ايه، حتى لو كان الطعم بره احلى من عندك. تمام، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. دمتم في حفظ الله ورعايته. ما تنسناش من دعمكم وتطويركم للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.